اليومين دول احنا في عصر المعلومات. من الاخر معاك معلومة انت الاقوى، وافضل مثال للموضوع ده هو الدول نفسها، لان من المعروف ان الدولة اللي معاها كم اكبر من المعلومات عن الدول التانية بيديها اولوية وقوة انها تحمي نفسها او انها تستخدمها ضد الدول دي لو تطلب الامر. وعلشان يقدروا يجيبوا المعلومات دي كانوا بيعتمدوا على العمل البشري بنسبة كبيرة زي الجواسيس، واللي يرجعنا لايام زمان وافلام جيمس بوند والحاجات العظيمة دي. حتى الاجهزة اللي كانوا بيستخدموها في التجسس كانت بتحتاج ان واحد منهم يروح لحد الشخص اللي هيتجسس عليه اللي هو الهدف ويزرعها هناك، واحتمالية انه يتكشف بتبقى كبيرة جدا، وسنين تمر وتجري ويبدأ الانترنت والكمبيوتر انه يظهر وينتشر، والمعلومات اللي كانت على الورق بقت مجرد شوية ارقام على جهازك واللي طول الوقت متصل بالانترنت حتى لو انت نايم. ومن هنا نبدأ نسأل هو ليه اروح لحد الشخص علشان اسرق بياناته؟ ما هي على الجهاز، والجهاز على طول واصل بالنت. ومن هنا ابتدوا يدركوا انهم محتاجين طريقة يقدروا يجيبوا بيها البيانات دي من غير اذن الشخص وبشكل سري، وهو ده كان بداية البحث عن اساليب الاختراق الالكتروني او الهاكينج. ايه بقى الطرق اللي بيستخدموها المخترقين دول، وليه محدش بيقفشهم؟ واللي اهم من ده كله هو ليه برامج الحماية اللي بتدفع اشتراكها كل شهر من دم قلبك على اساس انها تحميك لا بتهش ولا بتنش. وهي دي حكاية النهاردة على كودكس لاين. موضوع الاختراق او الهاكينج ده اتولد من زمان قوي، من بداية السبعينات، يعني قبل ظهور النت اساسا، ولكننا مش هنروح بعيد قوي كده. والمهم هو اللي حصل في 1989 لما قدر روبرت موريس انه يعمل اول هجوم واللي بنسميه denial of service على اجهزة حكومية على شبكة الانترنت، ويخرجها من الخدمة عن طريق برنامج هو اللي عامله، وزيه زي العيل الصغير لازم يبقى ليه اسم، فسماه موريس وورم، واللي انتشر بسرعة الصاروخ على 6000 جهاز. الرقم يبان صغير ولكن احنا بنتكلم في الثمانينات، يعني النت كان عدد مستخدمينه قليلين. واللطيف ان الراجل ده صمم الفيروس اول ما اتخرج من الجامعة، وفعلا قدر يبقى مشهور، وكل وسائل الاعلام ما كانش ليها كلام الا عنه، ده حتى عملوا له متحف يا جدع. والغريب ان هو نفسه ما كانش متوقع انها تنتشر بالشكل ده وتتسبب في الضرر ده كله، وكان غرضه الوحيد انه ينبه الحكومة ان هم محتاجين يبداوا يهتموا باساليب الحماية على شبكة الانترنت حبتين. وللاسف بقى رد سجون ودفع دم قلبه غرامة. ونجري شوية لسنة 1999 وبداية انتشار ويندوز 98، وكان اعجاز علمي ساعتها، وكان سبب لانتشار النت اكتر واكتر. وساعتها مستخدمين الانترنت بقوا خايفين قوي من موضوع الاختراق، وكانوا بيصحوا على كوباية الشاي وسندوتش الجبنة، ويا سلام بقى لو معاهم طماطمايه ما اقولكش، وجنبه جريدة لاخر الاخبار عن الطرق الجديدة المكتشفة للحماية من الاختراق، السايبر سيكيورتي. ومفيش كتير، يا دوبك سنة ويصحوا على خبر انتشار فيروس جديد I love you، واللي كان من نوع وورم، وتحس من الاسم ان اللي عامله فسخ خطوبة ولا ايه ما تفهمش. المهم وصل عدد الاجهزة المصابة ساعتها ل 10 مليون جهاز، واسمه ده ما جاش من فراغ، لانه كان رسالة فيها كلمة واحدة I love you وملف مرفق. وبما ان حب الاستطلاع ملح فمعظم الناس فتحت الملف. واللطيف في الامر ان الفيروس كان مكتوب بلغة فيجوال بيزك، وبعضنا ممكن يكون عارف ان اللغة دي تعتبر من لغات البرمجة السهلة، وبالتالي موضوع الاختراق ساعتها ما كانش زي ما احنا فاكرين، شاشة سودة بقى وكلام بالاخضر و20 شاشة قدامه والحاجات الامريكاني دي. والغريب كمان في الموضوع ان اللي عمل الفيروس شكله كان من محبي الموسيقى، لانه كان بيحذف كل الملفات ويبهدل الجهاز، ولكن بيجي عند ملفات الاغاني وقلبه بيحن وبيخفيها. بس بمناسبة اسم الفيروس، هم ليه بيحطوا حركة في الاسم زي موريس وورم كمثال؟ هل ده من فراغ؟ لا طبعا، هم بيبقوا قاصدين ان هم يضيفوا مع اسم الفيروس تصنيفه، اذا كان وورم او سباي وير او ران ساموير. والتصنيف ده مهم لانه بيعرفنا الفيروس ده بيعمل ايه. كمثال نلاحظ ان اغلب الاختراقات اللي فاتت كان الهدف منها تعطيل الانظمة او تدميرها، عشان كده كانت بتتصنف كورم، دليل على سرعة انتشارها وانها بتسبب تلف زي ما الدود بيعمل في الحقيقة. وكمان النوع ده مش بيحتاج اي هوست، او بمعنى تاني برنامج علشان يستخبى وراه للتغطية، وبمجرد ما بتشغل البرنامج الفيروس بينشط، ولكن هو ذات نفسه برنامج مستقل وما بيستخباش جوه اي برنامج تاني. تحسه كده فيروس بلطجي، هخش ابهدل الدنيا وادمر البيانات دي. عشان كده ده اسهل نوع بيتقفش
من برامج الحماية وما بقيناش نسمع عنه كتير. ومع بدايات 2007 ابتدى المخترقين يركزوا على سرقة البيانات بدلا من تدميرها، واللي أدى إلى ظهور فيروسات بتحمل اسم تروجن نسبة لحصان طروادة المشهور. والمصطلح ده ما جاش من فراغ، لأنه لما بيصيب أي جهاز بيفضل خامل وما بيعملش أي حاجة ممكن تحسسك إن في شيء غريب، وهدفه الوحيد هو جمع المعلومات عن الشخص اللي بيستخدم الجهاز. كمثال بيقدر يفتح الكاميرا ويسرق حسابات البنوك وغيره. وعشان نعرف قد إيه خطورة النوع ده يبقى لازم نرجع للي حصل في 2013 وانتشار فيروس كريبتو لوكر رانسوموير، الله عليك في الانجليش، او المشهور اعلاميا بفيروس الفدية، لانه لما بيصيب اي جهاز بيقوم مشفر الملفات عن طريق نظام تشفير قوي هو RSA، واللي اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده في حكاية على القناة. وبعدين بيبعت مفتاح فك التشفير لسيرفر مستخبي في مكان ما على سطح هذا الكوكب، وبيهدد الضحية ان يدفع مبلغ مالي في وقت معين والا يودع البيانات. ورغم ان الفيروس سهل يتحذف، بس مش هتقدر تفك تشفير البيانات من غير المفتاح، وعشان كده معظم الضحايا دفعوا. ونلاحظ كمان ان الاختراقات اللي بتحصل اليومين دول ما بيقدروش يوصلوا للي عمل ده، لان عملية الاختراق بتتم على اكتر من مرحلة، وفي الاغلب بيشارك فيها اكتر من شخص. اول واحد هو ميل وير كودر، ده بني ادم مهمته هو انه يدور في الانظمة اللي الناس بتستخدمها زي iOS وويندوز وغيرهم على اي نقطة ضعف او ثغرة يقدر يخش بيها على الجهاز، وبعدين بيطور اداة لاستغلال الثغرة ويبعتها على النت للي يدفع اكتر. المهم بقى انه بيجيله عروض من مخترقين وممكن منظمات ودول علشان يشتروا الاداة، ودي بتبقى مرحلة الاختراق أو الهاكينج، لأن الأداة دي بيتم استخدامها لسرقة بيانات الأشخاص اللي بتستخدم أنظمة مصابة بنفس الثغرة، وبيركزوا على سرقة الحسابات البنكية أكتر. وفي بعض الأوقات اللي بيصمم الأداة هو نفسه بيبقى الهاكر أو المخترق، وبعدين بيجيب سيرفر أو جهاز كمبيوتر وبيحطه في أي حتة بعيد عن مكانه الحقيقي، وبيبرمج الأداة إنها تبعت بيانات الضحايا على السيرفر ويسيبه شوية لأيام أو سنين على ما يكون الفيروس انتشر، وساعتها يقوم هو داخل على السيرفر واخد كل البيانات اللي اتسرقت وهوبا سلام عليكم. وممكن كمان يدمر السيرفر قبل ما يخلع طبعا، وساعتها لو تتبعوا المكان اللي البيانات دي بتتبعت له مش هيلاقوا غير جهاز كمبيوتر بنتيوم 4 ملوش اي لازمه. ولكن هو ازاي هيستخدم الحسابات البنكيه دي؟ لانه لو حول اي حاجه لحسابه ساعتها هيتقفش، وعشان كده هو بيبعت الفلوس لمنظمات اجراميه مهمتها فقط انها تستقبل اي فلوس جايه من سكه شمال وتامين وصولها للطرف الثاني من غير ما اي حد يعرف هي جايه منين ولا رايحه فين. ولكن الاكيد ان الحكومات مش هتقعد تتفرج، وعشان كده هم ابتدوا يوعوا الناس وينشئوا منظمات هدفها الوحيد هو مواجهه عمليات الاختراق. وعلى الجانب الثاني بقى في منظمات بتشتغل على تطوير ادوات للاختراق وبتعلن عنها، بس المره دي قانوني وفي العلن، وبتبيعها للشركات والمنظمات اللي عايزه تحمي نفسها. كمثال نظام كالي لينكس المعروف، واللي بيستخدموه مهندسين كتير علشان يكتشفوا اي ضعف في الانظمه ويصلحوها، وادوات غيرهم كتير. ولكن للاسف اغلب مستخدمي الادوات دي بيبقوا هم المخترقين نفسهم. انت ظلمتها كده ليه يا محمود؟ مش كفايه السواد اللي حواليك ده يا راجل؟ ايه مفيش اي امل اني اكون في الامان من كل اللبش اللي بيحصل حواليا في النت ده؟ احب اقول لك ان بعيدا عن المخترق مش انترستد كفايه انه يشوف خصوصياتك، بس في شويه حاجات لو خدنا بالنا منها هتكون في الامان. اولهم انك ما تنزلش اي حاجه من اي موقع ما تعرفوش. التانية موت حب استطلاعك انك تفتح اي ملف مهما كان الاسم ملفت لو انت مش واثق من مصدره، بالاضافه انك تتاكد من ايميلاتك والناس اللي بتكلمهم وكل النصايح اللي بنسمعها كتير دي. ولكن تعال اقول لك الخطيره والاهم، واكيد خمنت اني هقول لك سطب انتي فيروس، ولكن اتسرعت. وده لان الكلام الكتير اللي بتسمعه ان الانتي فيروس بيوفر لك حمايه بنسبه 100%، ده مش صح. لان فكره عمل الانتي فيروس قائمه على ان لازم يكون في ضحيه. يعني ايه الكلام ده؟ لما بتيجي على اي ملف عندك وبتقول له اعمل لي سكان على الملف، بيقوم مدور فيه على علامه مميزه متشابهه مع الفيروسات المعروفه. مثلا لو معروف ان في فيروس بيظهر رساله فيها كلمه معينه، الانتي فيروس بقى بيدور على الكلمه دي جوه الملف اللي انت بتعمل له سكان، وممكن يكون اي شيء تاني. وعشان كده بيحصل لخبطه في اوقات كتير، وبيطلع برنامج زي الفل انه فيروس، فهو مش دقيق. ولكن ما علينا. المهم بقى ان كل شركات الانتي فيروس بيبقى ليها قاعدة بيانات خاصة فيها معلومات عن كل العلامات المميزة في الفيروسات المعروفة، والشركة دي بتعين مهندسين حماية مهمتهم هي متابعة اي عملية اختراق جديدة بتحصل، وبيبدأوا يحاولوا انهم يوصلوا لنسخة من الفيروس اللي استخدم في عملية الاختراق علشان ياخدوا منه اي شيء مميز، نص هنا كود هناك فردة شراب اي حاجة والسلام، ويضيفوها في القائمة بالظبط كده كأنهم بيعملوا له فيش وتشبيه.
دقيق، وبالتالي لو الفيروس ده لسه طازه وسخن كده ومحدش يعرف عنه اي حاجه هيقدر يعدي من برامج الحمايه، ولو حد قصدك ممكن يصمم لك فيروس مخصوص علشانك، ونسبه انه يعدي من برامج الحمايه هتكون كبيره جدا. ولكن رغم ده كله الانتي فيروس مازال مهم جدا انه يكون على جهازك وننصح بيه. للاسف الاختراقات ملهاش نهايه، طول ما في شيء جديد دايما هيكون في نقطه ضعف، وبالتالي مفيش اي طريقه تقدر تحمي بيها نفسك غير انك تبقى حريص. ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكايه اللي جايه، والسلام عليكم.